ايه مشكلة البوردر لاين مع الحب؟ بما ان عيد الحب كمان يومين، حبيت نعمل الحلقة دي النهاردة. البوردر لاين مليان مشاعر، بيحب قوي وبيدي مشاعره قوي، مستعد يدي روحه للي يحب ويوقف حياته عشانه، ولو في مشكلة يحلها له، ويحس بيه من غير ما يتكلم، ويطبطب عليه ويقف جنبه، ولو حصل له انتكاسة كبيرة قوي ما يسيبوش مهما حصل. لكن المشكلة إن ما بيعرفش يختار اللي يحبه. ليه بيحصل كده؟ لأنه أخد حبه مشوه وهو طفل. الحب بتاعه ما كانش صحي، طلع في البيئة دي ممكن تكون بتبان عادية، وممكن كتير اتعرضوا ليها وعاشوها. لكن البوردر لاين لأنه حساس جدا، تأثير البيئة دي عليه كان كبير وساب أثره، وعمل له كمان الاضطراب. وممكن اخواته يطلعوا عاديين وهو يطلع عنده الاضطراب. ايه اللي بيحصل؟ الطفل ده اتعرض للانتقاد، او الحب المشروط، او اتقال له انا بحبك وهو بيتضرب، او انا هحبك لما تجيب درجات، او انا بحبك لو عملت كذا، او كان مبسوط قوي وتعرض لصدمة هجر فالامان راح منه. فالحب ارتبط عنده بمفهوم مشوه، مفهوم غير صحي. هو ما تعودش ان الحب يعني امان وسكينة، اطمئنان. لا، هو ربط الحب بالإثارة، بالمشاكل، بالمقابل. أنا لازم أقدم عشان أحب، أنا لو ما قدمتش واتنازلت محدش هيحبني. فتلاقي البنت بتلفت الانتباه وبتجري ورا الولد وتقدم تنازلات، وتلاقي الولد كمان بيتنازل في العلاقات، ويدخل في علاقات مع بنات تستغله، لأن الحب بالنسبة لهم مشوه. هما ما يعرفوش يحبوا إلا لما يتنازلوا. الأسوأ كمان إن البنت ممكن يحبها واحد ويديها حب صحي ويكون شخص كويس جدا، بيجيلها بانيك وتهرب، بتحس بالخطر. يعني ايه واحد يحبني ومش عايز حاجة؟ اكيد ده فخ، اكيد في مشكلة. الاضطراب بيحس بالامان مع النمط اللي اتعود عليه، النمط الغير صحي. لما بيظهر نمط صحي بيخاف وبيهرب. وعشان كده البوردر لاين ما بيعرفش يختار اللي بيحبه، ودايما يقع في ناس توكسيك وبتستغله، والعلاقة بتبوظ في الآخر، أو بيضطر يكمل لأسباب بإرادته أو خارج عن إرادته. وعشان كده قبل ما تدخل أي علاقة لازم تعرف الصدمة اللي عندك جاية منين. هل في صدمة هجر؟ هل الأب سابك ومشى فبقيتي طول الوقت خايفة تتسابي فبتسيبي الأول؟ أو الولد نشأ في بيت الأم مسيطرة جدا فبقى بيجذب نفس النمط، ستات مسيطرة هي الأساس في العلاقة وهو ملوش دور في الموضوع كله. هل البنت اتعودت تقدم عشان تتقبل فبدأت تقدم تنازلات؟ فمثلا بتحب واحد، تجيب له شغل، تدور وراه، تصحيه من النوم، تديله فلوس عشان يفضل معاها. فقبل خطوة الحب في خطوة العلاج والتعافي عشان نختار صح. لو ما تعالجناش احنا هنختار بناء على الصدمات والحياة اللي عشناها في طفولتنا. العلاقات زي المسرح، واحنا بنمثل على المسرح، الكواليس هي الطفولة. كل حاجة عديت فيها في طفولتك بتأثر على علاقاتك، بتأثر على حبك، بتأثر على اللي بتحبه. وعشان كده البوردر لاين بيعاني في العلاقات، ما بيحسش بالأمان، عايش في إثارة طول الوقت، لأن كمان الفراغ الداخلي عايز إثارة، عايز طول الوقت مشاكل، عايز أحداث. فأنت لما تحب واحد عادي الدنيا مستقرة قوي، الفراغ ده مش بياكل عيش زي ما بيقولوا، هو عايز حاجة تملاه. إيه اللي بيملاه؟ واحد بتاع بنات أحبه وطول الوقت في مشاكل وادور وراه وافتش وراه واشوفه اونلاين امتى، مين عملت له لايك. او واحد يحب واحده والواحده دي تكون مثلا شخصيه هستيريه جدا، بتحب تظهر، بتحب تلم الناس حواليها فطول الوقت بيلف وراها بيراقبها. دي الاثاره اللي بتبقى الفراغ الداخلي. وعشان كده البوردر لاين بيحب العلاقات دي، العلاقات اللي طول الوقت فيها تفكير مفيهاش اطمئنان. العلاقات المستقرة مش بتملى الفراغ. فطفولة مشوهة وحب مشوه مع فراغ عايز يتملأ بيدي النمط ده من العلاقات المؤذية للبوردر لاين. طب لو البوردر لاين يتعافى هل هيجذب شخص كويس؟ خلينا نقول إن التعافي يعني بنعرف النمط وبنبدأ نصلحه وننتبه ليه. بعد التعافي وارد جدا نجذب النمط التوكسيك تاني، او نمط توكسيك من نوع مختلف. كنت تجذبي نرجسي بدأت تجذبي تجنبي، لان النمط ده انت ما شفتهوش وما عندكيش خبرة بيه. التعافي هينور اللمبة، هيقولك في مشكلة هنا، في مجهود بنعمله
واحنا مش فاهمين بنعمله ليه، فتبداي تسالي وتدوري فتعرفي ان في مشكله في العلاقه فما تكمليش. التعافي هيحميكي تكملي في اي علاقه مؤذيه، هينور اللمبه الحمراء قدامك. عكس الاول كنت بتكملي وشايفه المشكله فيكي، فانت بعد التعافي ممكن تغلطي وتختاري غلط لكن هتصلحي ده. كمان نقطه مهمه ان انت بعد التعافي بيكون عندك معايير واضحه. انت قبل التعافي انت اصلا ما عندكيش مبادئ، مفيش هويه، فماشيه عشوائي، ده حبني يلا مش مهم، ده حبني يلا مش مهم. لكن بعد التعافي بنكتب قائمه، بنكتب احنا عايزين ايه، المواصفات ايه، فبتروحي على المواصفات دي. كمان المواصفات دي عايزه واحد كويس متعافي او اصلا ما عندهوش صدمات كبيره. طبعا الناس كلها عندها صدمات، لكن صدماته مش كبيره مأثره على حياته وهتأثر عليكي. فانت كتبتي المعايير، كذبت الشخص والشخص طلع كويس، العلاقه هتكون عامله ازاي؟ العلاقه هتكون مستقره جدا، هاديه جدا. البوردر لاين هتعرف امتى تحب وامتى لا. هتكون شريك مثالي جدا، لان البوردر لاين شخص حساس فوق التصور، شخص طيب جدا. وده مش بقول الكلام ده عشان احنا اكونت البوردر لاين، لكن دي الحقيقة. البوردر لاين من أطيب الناس اللي في الدنيا، لكن بيتعرض لأذى غير عادي فبيضطر يدافع عن نفسه. فيوم ما يتعالج ويختار صح وشريك صح وعلاقة صحية، كل الحاجات الحلوة اللي فيه دي هتبدأ تظهر في العلاقات. هيبقى شريك داعم، شريك رحيم، شريك حنون، شريك قوي كمان. يعني وقت الأزمة هيقف وياخد موقف ويدافع. وعشان كده البوردر لاين المتعافي مش أي حد يستحقه، لأنه بيكون شريك مثالي جدا. خلاصة الفيديو دي كلها عايزة أقول إيه؟ محدش يدخل علاقات قبل التعافي، قبل ما يعرف النمط بتاعه، قبل ما يتعلم إزاي يكسره، قبل ما يعرف إزاي يهرب من العلاقات لما يكتشف إن هي توكسيك. وتعالجوا، اتعالجوا عشان تختاروا صح. مش اي حد يستاهل حقيقة البوردر لاين. انا خلصت الفيديو النهاردة، لو عندكم سؤال سيبوه في الكومنتات، واستنوا حلقة جديدة من انا والبوردر لاين وهواك.